السلام عليكم اخواتاتي، مرحبا بكم في قناه مكتبه شويخه شويخه. كيما عودتكم كيما العاده دائما جيتكم بجديد. اليوم جيتكم بواحد الفيديو شباب 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 بزاف، وحبيتكم توصلوا لي هذا الفيديو مليون 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 لايك اعجاب. هذه كنطاكيا، وصفه الكنطاكيا. كامل نعرفوا بلي في ديورنا يجيبوا لنا الدجاج ويجيبوا لنا الدف تاع الدجاج، وعارفين بلي الدف تاع الدجاج في الدار كاين اللي ما ياكلوش. كيما انا ما كاش اللي يحب ياكلوا لي كي تجيني الدجاجه نحي منها كاع البياسات تاعها ندسهم نكونجيليهم. الوحيد الدف اللي نديه نخدمو كنطاكي لبناتي باش ياكلوه ويجي لذيذ 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 لدرجه ما تصوروش لذيذ. فهمتوا معنى هذا الفيديو؟ تبعوه باش تدوا هذه الفكره وتحطوا دروه لبنياتكم ووليداتكم. انا كنطيب الدف في الماكله ما ياكلوهش بناتي، كنديرها كنطاكيه ياكلوا. تبعوا معايا. شفتوا هذا الدف؟ قبضته قطعته طرف طرف شرائح رقيقه، من بعد حطيته. درت كاس حليب، راك تشوفوا كاس حليب، وهذا هو السر. الحليب يعطيه طراوه. زدت حبه بيض. دو هذه الوصفه اخواتاتي وجربوها، ومش راح تندموا في مش راح تندموا في هذه الوصفه. كانت عندي شويه موطاغط او كما نقولوا حنا الخردل، درت مغرف صغيره. هذه كانت عندي زعتره حكيتها بيدي باش تجي البنه. عارفين بلي الدجاج يتبع زعتره بزاف او الزعتر تجي البنه فيه شابه. طحنيها غير بيديك وتبعوا هذا الفيديو يخرج لكم روعه. صدقوني هذه الكنطاكيا تخرج تحفه. هذا الدجاج الدف تاع الدجاج يخرج روعه. درت مغرف ملح، وهنايا كانت عندي كيري تاع الدجاج. كي نقولوا حنا التوابل تاع اللحم الدجاج، معناها ما نديرش حاجه وحده اخرى غير الكيري الدجاج. وهذه كانت عندي سكينجبير. سكينجبير يعطيه طراوه كذلك. ودرت شويه كركم باش ما يجيش اللحم هكا شغل بيض بيض. درت يبدل لي اللون. ودرت شوفوا مغرف تاني صغيره تحب كحله. راكم عارفين البنياتي صغار ما يبغوش حاجه حاره. ودرت شويه فلفل احمر او بابريكا. تخلطي هادو كل مع بعضهم. ما تنسيش الملح، تكون دايره الملح. انا ديجا الدجاج كنت ديجا ملحاته من قبل، خاطر الدجاجه نقيتها بنهار والدف كنت ملحاته وحاطتها في الكونجيلي. ومن بعد زدت كاس تاع فرينه كيما راكم تشوفوا في الخلطه. قعدت نخلط. درت كاس ونص تاع فرينه ولا كاس وربع تاع فرينه. المهم الخلطه تجيني هكا مليحه. بديت نخلط مليح مليح. وما تنسوش خواتاتي بلي جيم بارطاج الفيديو فضلا وليس امرا. شاركوا هذا الفيديو مع حباباتكم على لافام من الاقارب تستافدوا. من بعد رميت زدت نص كاس تاع فرينه. بالحقيقه ما كاش نص كاس، درت ربع كاس فقط. ومن بعد رميت كامل هذاك الدف تاع الدجاج. كاين بزاف اللي تقولك انا نستافد منها نديرها فيونداشي ولا دانداشي ولا مطحون نديرها في بوراك. انا عندي هادو الصوالح بغيت نستافد منها كنطاكيا. صدقوني تجي البنه تاعها روعه، ويجي داك الدف يتقرمش ويتنكل بواحد الطريقه ولا اروع، ويجي بواحد البنه ولا اروع. كيما راكم تشوفوا راني كاع كامل مزج فيه بيديا. ومن بعد راح نبلع عليه ونخليه في الفريجيدير في الكونجيلاسيون. خليته انا واحد 3 سوايع ولا 4. انا بلا ما نكذبش عليكم خليته ليله كامله. صباح كي جبته حطيتها يدي كونجيلا. من بعد تكون عندك هذه الفرينه، يكون عندك الخبز مطحون او لا شابلور. معناه لا شابلور هو الخبز المطحون. قبلت انا داك الخبز المطحون شغل سدته وغربلته وديت غير الغليظ. ديت الغليظ باسكو الغليظ ولي يجيب ديك القرمشه بزاف. من بعد قبضت هذاك الدف اللي كنت رملته في ديك الخلطه اللي درتها. جبت نحي الدف وحده مره وحده. ننفضهم مليح ونحطهم كاع. كيما راكم تشوفوا خواتاتي تبعوا هذه لا روسيت. صدقوني تاكلوا الدف ولا اروع، بلذه ولا اروع. جبدو كامل نحي من هذيك الشرموله اللي كنت درتها له. راهو تشرب. دا منها الملح، دا منها الحليب، دا منها سكينجبير، دا منها حبه كحله، دا منها الكركم. هادو كامل داهم. زعيتره دا هذيك البنه تاعه وتشرب. دوك نحطو بجيه. ومن بعد نوريكم كيفاه ندير. راكم تشوفوا كيف راني نحط فيه. صفي فيه. ننفض الحبه كيما تتقاطر دكتور من هذيك الشرموله ونحطها. ها هي شوف راني نجبد فيه. وهذاك هو الخبز اليابس او الخبز المطحون. صدقوني يعطيه واحد القرمشه ولا اروع. انا فقط كان عندي الخبز المطحون وزدت غربلته شغل ديت غير الغليظ. غربلته غير بديك الصفايه اللي عندكم في الكوزينه، ديك الصفايه اللي نصفوا فيها اي حاجه. غير هزيتو كيما هكا طاح الرقيق وديت الغليظ. من بعدها صفيت كامل هذاك اللحم. قلعته من الشرموله تاعه. دوكا شوفوا لاستيس اللي نخدم بها. نقبض الحبه تاع او هذيك الشريحه تاع الدجاج. ندي هذيك الشريحه تاع الدجاج نرمدها في الفرينه. من بعد نحيها. نرمدها في ذيك الشرموله اللي كنت دايرتها. نحطها في ذيك الشرموله.
نتابعوا. نحطها في الشرموله غير حتى خفيفه هكا، ونعاودو نردو في الخبز لا شابلور. ها حطيته في ديك الشرموله، ننفض مليح ونحطه في الخبز المطحون. وماذا بيكم الخبز المطحون يكون غليظ، ماذا بيكم الخبز المطحون يكون غليظ. شرمليه كيما هكا وحطيه في واحد البلا كبير، حبه مرحبه. كي تكمليهم كامل عاد ديري الزيت تاعك وبدي تغلي. شوفوا خواتاتي كيما هكا راني كامل درتو كيما هكا. فوالا في هذا البلاك تشوفوا حطيته كامل. شتو لاستيوس ندير في الفرينه ومن بعد نرد في ديك الشرموله اللي كنت خادمتها، ومن بعد عاود نرد في الخبز المطحون ومن بعد نحطو. ومن بعد تروحي للزيت تاعك ديري مقله فيها زيت كميه لاباس بها، ماذا بيك تكثري الزيت ولا تشوفي كاش مقله تكون شغل مغروفه. حطيت هذا البابي، هذا ورق الماس للزيت، حطيته بجهه في طبسي. وهو الزيت تاعي راكم تشوفوا درتو في مقله، كثرت الزيت. انا المقله تاعي جات مسطحه وكثرت الزيت. واللي عندها مقله ولا كاش حاجه هكا مرفوعه باش تقلى شغل في عمق ما تقولش تخلطي فيه. فوالا وحطيته كامل وراه كان مغمور بالزيت، وقعدت نقلي فيه بالعقل على نار متوسطه باش يطيب لك اللحم من الداخل. ماشي تروح تطلقي عليه النار يتحمر بالخف تجبديه، لا. انا بعد ما حمل الزيت نقصت نار متوسطة، سمعوا هاد متوسطة، وخلوه يتقلى في خاطره. كي تشوفي حبة حمارت وتقلات مليح نحيها قطريها مليح من الزيت وحطيها في داك الورق الناص للزيت، وذوقوها وجربوها والله ما راح تندموا. ما تنسوش خواتاتي بلي جام بارطاجوا الفيديو. على فكرة انا هاد الكنطاكي او هذا اللحم مرمد، انا الكبير حطيته كامل قليته بناتي، قعد واحد شويه درته في واحد البورت وغطيته بشويه خبز مطحون وخليته في الفريجه. من ذاك اليوم عاد قليته لبناتي عادي ما يضيعش. فوالا كيما راكم تشوفوا في ورق الطهي راني نحط فيه في ورق الطهي. شوف كي جا عاصي يتقرمش. فقط راني معاوده معكم الصوت، اعاده تسجيل الصوت. كان عندي حس كبير بناتي دايرين فوضى، كي نقعد نقلي في الكنطاكيه كامل يتلمدوا عندي ما يبعدونيش. شوفي كي جا روعه، واللحم الداخل جا طري، صدقوني جا طري ما جاش شغل يتكسر ولا. ما تنسونيش بلي جا بارطاج الفيديو. مع السلامه، فرصه اخرى مع فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.